السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهارده مع بعض أول مراجعات ليالي الامتحان في مادة اللغة العربية سنة تانية إعدادي. محضر لكم معانا مجموعة من الأسئلة الهامة، فعايزك تركز معايا وتتابع الفيديو من أوله لآخره عشان تحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من مراجعتنا. ولو لسه أول مرة تتفرج علينا انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تدعمنا بلايك وتعليقات، لأن لايكاتكم وتعليقاتكم هي أكتر حاجة بتشجعنا وتدعمنا إن إحنا ننزل لكم فيديوهات أكتر وأكتر وأكتر. بسم الله كده مع بعض ونقول بسم الله. بسم الله. أول حاجة طبعا الامتحان عندي بيبدأ بيها هي التعبير، والتعبير عندي بينقسم إلى نوعين: تعبير وظيفي اللي هو بيكون إجباري، وتعبير إبداعي. التعبير الوظيفي ده مفيش فيه مشكلة، بيكون مثلا عندي زي لافتة أو برقية أو رسالة، ودي بيكون لها شكل محفوظ ومعروف، ودي كل الطلبة إن شاء الله بتاخد فيها الدرجة النهائية. يتبقى عندي التعبير الإبداعي. التعبير الإبداعي هو موضوع أنت هتختار إن أنت تتكلم عليه، لأن هو هيخيرك بين موضوعين. طيب تعال نشوف في الامتحان ده خيرنا بين انهي مواضيع. قال لك اول حاجه: يشهد عصرنا الحالي ثوره في المعرفه. يبقى انا كده ممكن اقول ان اول موضوع تعبير عندي كان على المعرفه. طيب تاني حاجه بيقول لك: جمال البيئه وتوازنها من جمال سلوك الافراد. يبقى انا عايز يتكلم يعني على بيئه نظيفه. طب يا مستر انا ازاي هتكلم على موضوع تعبير؟ اقول لك كده واحده واحده وبالراحه، بدي لنفسي 5 دقايق ابدا افكر، اجمع افكاري، اشوف ايه الموضوع اللي انا هقدر اكتب فيه اكبر قدر ممكن من الجمل الصحيحة. طيب كمان حاجة مهمة، لازم أشوف إن أنا يكون عندي استشهادات. إيه الاستشهادات دي يا شباب؟ الاستشهادات دي عندي بتكون يا إما من القرآن الكريم، آيات قرآنية يعني، يا إما أحاديث شريفة، يا إما أقوال مأثورة، يا إما أبيات شعرية. دي حاجات لما المصحح بيلاقيها بيزود الدرجة بتاعتك. يعني مثلا لو أنت تاخد 6 من 8 ممكن يديك 7 من 8، وممكن كمان يخليك تقفل. كمان حاجة مهمة تخلي بالك منها هي الأخطاء النحوية اللي هي بتكون باينة أوي. زي إيه يا شباب؟ زي مثلا لما أنت تيجي تذكر لي حاجة مثلا تكون جمع أو مثنى، مثلا يكون عندك حرف جر على مثلا، فأنت تيجي تقول لي إيه؟ على المسلمين، على المسلمون مثلا، لا هي المفروض على المسلمين. فدي هنا انا عايزك يا اما تبقى متاكد وانت بتحط الكلمه اللي هي الجمع او المثنى، تكون متاكد من علامه الاعراب بتاعتها، يا اما خلي الموضوع كله في اطار المفرد عشان ما تبانش الاخطاء النحويه. يعني مثلا تقول لي ايه؟ على كل مسلم، وهكذا بقى طول الموضوع. نخلي بالنا من الحته دي. كمان اللي خلي باله منه هو ايه؟ كمان هو الهمزات. ان عندي الهمزه طبعا في اولى اعدادي احنا خدنا ألف الوصل وهمزة القطع. طبعا الحاجات دي لو أنت مش متأكد منها حاول تتجنبها تماما. أتجنبها إزاي يا مستر؟ حاول أنت تستخدم أي كلمة يكون فيها ألف ولام زي العمل، الناس، وهكذا، بحيث إن أنت تتلاشى إن أنت تتكلم على الجزئية دي. طيب مش عايزين نطول أكتر من كده في التعبير، في فيديو كامل هينزل على التعبير. تعالى دلوقتي نشوف القراءة. القراءة زي ما احنا متعودين، أول حاجة بيكون عندي قراءة متحررة المحتوى. هنا بيقول لي إيه؟ قلعة صلاح الدين الأيوبي، أو المعروفة أيضا باسم قلعة الجبل، وهي من أهم معالم القاهرة، وتقع في حي القلعة، وقد أقيمت على جبل المقطم، وتعتبر من أفخم وأقوى القلاع التي شيدت في العصور الوسطى. فموقعها استراتيجي جدا بما يوفره من أهمية دفاعية، كما أنه يشكل حاجزا طبيعيا بين مدينتي القاهرة والفسطاط. وقد أسس صلاح الدين هذه القلعة بهدف تأمين القاهرة من الحملات المحتملة. طيب أول حاجة بيقول لي تخير الصواب مما بين القوسين. أول حاجة بيقول لي معنى كلمة شيدت، هل سقطت ولا هدمت ولا بنيت؟ طبعا عندي كلمة شيدت هتكون عندي بمعنى بنيت. طب السؤال اللي بعده: جمع قلعة، هل قلاع ولا أقلاع ولا قلائع؟ طبعا عندي جمع كلمة قلعة هيكون هو عندي قلاع. طب السؤال ب: أكمل. قلعة صلاح الدين حاجز بين نقط ونقط. طبعا هقول له حاجز عندي بين القاهرة والفسطاط. طب السؤال ج: لماذا أسس صلاح الدين هذه القلعة؟ هقول لتأمين القاهرة من الحملات المحتملة. تمام؟ زي ما انتم شايفين كده يا شباب، عندي قطعة سهلة وبسيطة مفيش فيها أي مشكلة، كل إجاباتها عندي موجودة في القطع، حتى المعاني كلها كلمات سهلة وعدت علينا قبل كده أكتر من مرة، فما أعتقدش إن شاء الله حد يواجهه فيها أي مشاكل. طيب بعد كده عندي من القراءة، عندي من موضوع طيار مقاتل مرة أخرى. قال لك: صار منتصر بصحبة الدليل حتى وصل إلى نفق سري تقابل فيه مع أحد رجال الضفادع البشرية. يقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يقول لك جمع نفق،
هل منافقون ولا نفقات ولا أنفاق؟ طبعا عندي جمع كلمة نفق هتكون هي عندي أنفاق. طيب مضاد سري هل ظاهر ولا خفي ولا مغلق؟ طبعا عندي مضاد كلمة سري هيكون هو عندي ظاهر. طيب المراد بالضفادع البشرية هل هي جنود بحرية ولا حيوانات بحرية ولا سفن بحرية؟ طبعا المراد منها هيكون عندي هو إيه؟ هو جنود بحرية. طيب السؤال ب، كيف استطاع منتصر العودة إلى أهله وماذا أدرك حينما وصل إلى الشاطئ الآخر من القناة؟ هقول أول سؤال يعني اللي هو كيف استطاع، هقول سار بصحبة دليل حتى وصل إلى نفق سري وقابل فيه أحد رجال الضفادع البشرية الذي أعطاه ملابس ليرتديها وسبحا معا إلى الشاطئ الآخر من القناة. طيب ماذا أدرك بقى؟ هقول أدرك أن رحلة العودة إلى سيناء قد انتهت منذ أن انتهت رحلة العودة إلى الأهل. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ما المدة التي قضاها منتصر بين البدء؟ حول 10 أشهر. طب السؤال ده من قصة عندي كفاح شعب مصر. بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي. ألف، خدع أحمد الأبنودي الفرنسيين بترك ثيابه على المأذنة. أقول الكلام ده هنا عندي صح. طب السؤال اللي بعده، جعل خورشيد كل همه أن يجمع الأموال وينفقها على مصالح الشعب. طبعا الكلام ده هنا عندي غلط. طب السؤال اتنين، علل عزل السلطان التركي للوالي خورشيد. هقول لتهدئة الشعب الثائر واستجابة لمطالبه المشروعة. طيب تعالى بعد كده نشوف مع بعض النصوص. أول حاجة يا شباب عايزين نتفق مع بعض إن أنا بيجي لي في النصوص 3 نصوص. أول نص بيكون إجباري وبعد كده بيكون عندي نصين اختياري. اختياري يعني إيه؟ يعني بختار أجاوب على نص واحد منهم. هنا عندي النص الإجباري أهو زي ما أنتم شايفين كده معايا من نص نصائح غالية. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. أول حاجة بيقول لك تخير الإجابة الصحيحة. الخردل هو حجر كريم ولا ذهب ولا نبات؟ طبعا الخردل هو المقصود به هو نبات. طب السؤال اللي بعده بيقول لك الضمير في إنها يشير إلى هل الصلوات ولا الأعمال ولا السنوات؟ طبعا إنها يشير إلى الأعمال. طب السؤال اللي بعده تصغير بني لإظهار هل القوة ولا التمكن ولا الحنان؟ طبعا عندي جاء تصغير كلمة بني هتكون عندي لإضافة الحنان. طيب السؤال اللي بعده ماذا يريد لقمان أن يعلم ابنه في هذه الآية الكريمة؟ هقول يؤكد أن الله سيحاسبنا على أفعالنا وأقوالنا مهما كانت صغيرة وأن الله على علم بكل شيء وأنه لطيف بعباده. طب السؤال جيم لك أكمل إن تكو مثقال حبة من خردل. تعبير بيؤكد إيه؟ هقول عندي تعبير يؤكد على علم الله الواسع بكل شيء يدور في الكون. طب السؤال ده بيقول لك اعتدل في المشي واخفض من الصوت اكتب من سورة لقمان ما يفيد هذا المعنى. هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. طب بعد كده عندنا نصين اختياري. أول حاجة عندي نص من عهد الطفولة. هنا بيقول لك ما كنت أطلب في مداه مكاسبا من مغنم فان ومربح مالي لكن رأيت العلم نورا ساطعا متألقا في عالم مفضال شدت لشعلته الرحال برغبة للاقتباس لذا شددت رحالي. أول حاجة تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. جمع مغنم هل غنائم ولا مغانم ولا أغنام؟ طبعا عندي جمع كلمة مغنم هيكون عندي إيه؟ هو مغانم. طب السؤال اللي بعده مضاد متألقا هل لاعبا ولا عالما ولا معتما؟ طبعا مضاد كلمة متألقا هيكون عندي هو معتما. طب السؤال ب ماذا أدرك الشاعر في طفولته ونتيجة ذلك؟ هقول أدرك قيمة وأهمية العلم ودوره في إزالة الظلام عن الأمم ومكانة العلماء. طب النتيجة إيه؟ أنه سعى واجتهد في تحصيل العلم. طب السؤال جيم ماذا ترى من جمال في قوله رأيت العلم نورا ساطعا؟ أول عندي بمنتهى البساطة تعبير جميل حيث صور الشاعر العلم بالنور الذي يضيء الطريق لصاحبه ويهديه إلى التفكير السليم.
طيب تعالى نشوف مع بعض النص التاني. هو عندي من نص أرض الفيروز. برضه يا شباب من الحاجات اللي عايزك تركز فيها وأنت بتجاوب النصوص الاختياري، إن أنا أول حاجة كده بشوف مثلا أول حاجة عندي نص عهد الطفولة، ألاقي نفسي إن أنا مذاكره الحمد لله. وأنا أتمنى إن كلنا نكون مذاكرين كل النصوص ومفيش حاجة اسمها تنشين، مفيش حاجة اسمها نص معين اللي هيجي والنص التاني مش هيجي. أنا مثلا باجي أبص على النص بشوف أدي جمع كذا مضاد كذا، السؤال بيقول كذا السؤال بيقول كذا، الحمد لله أنا عارفه وأبدأ إن أنا أجاوب. النص التاني بقى برجع له امتى او بروح له امتى عشان اشوفه، في حاله ان انا مثلا لقيت سؤال او اكتر من سؤال مش عارفه في اول نص، فساعتها بروح اشوف النص التاني، لقيت ان انا عارفه كله بخلصه لحد الاخر. بعد كده بكمل النحو، بعد كده بشوف لو في حاجه ناقصالي في القراءه او خلافه، بعد كده برجع تاني اكمل النص التاني اللي هو الاختياري. طيب هنا عندي من نص سيناء أرض الفيروز. هنا بيقول لك سيناء عروس بدوية، سيناء خيول عربية، سيناء حمامات بيض، وسنابل قمح ذهبية، وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية. أول حاجة تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مفرد سنابل، هل سبل ولا سنبال ولا سنبلة؟ طبعا مفردها هيكون عندي هو سنبلة اللي هي الإجابة تالت واحدة. طيب مضاد بدوية، هل شرقية ولا غربية ولا حضرية؟ طبعا مضاد كلمة بدوية هيكون عندي هو كلمة حضرية. طب السؤال به، بما وصف الشاعر سيناء في الأبيات وماذا تمثل لمصر؟ هقول وصفها أو صورها الشاعر بالعروس والخيل والحمامات وسنابل القمح وجداول الماء. طب ماذا تمثل سيناء لمصر؟ هقول تمثل أرضا غالية، وأنها أطهر بقعة على وجه الأرض، وأن المصريين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل استعادتها. طيب السؤال جيم، ماذا ترى من جمال في قول الشاعر بدوية وعربية؟ هقول ده هنا عندي عمل ايه يا شباب؟ ده سجع. السجع ده بيعمل ايه؟ بيعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن وكمان بيجذب الانتباه. طيب تعالى بعد كده ايه نشوف النحو اللي هو عامل لكثير من الطلبة مشاكل، لكن ان شاء الله بوعدكم ان انت لو اجتهدت معايا والتزمت وشفت كل الفيديوهات بما فيهم مراجعات النحو، ان شاء الله النحو مش هيكون فيه عندك مشكلة وهتعرف تحل اي حاجة. هنا انا بنصح الطلبه بايه؟ بنصح الطالب دايما ان هو يقرا القطعه مره ومرتين وثلاثه لحد ما يستوعب كل حاجه فيها، لان زي ما احنا متعودين يا شباب مفيش قطعه نحو هتجيلك زي اللي انت هتشوفها معانا او في اي حته. كل طالب من اللي هيمتحن على مستوى الجمهوريه هتجيله قطعه نحو مختلفه، لكن العامل المشترك فيهم كلهم ان هم فيهم نفس الحاجه. انت هيجي لك مبتدا وزميلك هيجي له مبتدا، وده هيجي له خبر وده هيجي له مضاف اليه، وده هيتسال على اعراب فعل وده هيتسال على اعراب فاعل. كلنا هنتسال في نفس الاسئله لكن باختلاف شكل السؤال، يعني باختلاف القطعه اللي تتحط لك. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تسعى الاديان السماويه الى تحقيق العدل، وانا حاطط لي خط تحت كلمه العدل، الذي اصبح ضروريا لشعوب العالم المشغوله بالفتن والتحديات، وذلك ليعيش الناس جميعهم في امن وسلام. طيب انا قريت القطعه، عايز ابدا اعرف اول حاجه كلمه العدل. طب هنا العدل عشان اعرف اي حاجه لازم بقى نتفق مع بعض شبه على الحته دي، ان انا برجع اشوف الكلمه اللي وراها، ممكن كمان ارجع للكلمه اللي وراها عشان اعرف معنى الجمله. طب هنا العدل، واحد يقول لي مثلا كلمه تحقيق، الكلمه دي شكلها عامله زي ما تكون كده فعل. ليه؟ لان احنا اتفقنا او عايزين نتفق مع بعض ان انا ببدا اقسم كلامي اما اسم او فعل. طيب ليه بقسمه الاسم او فعل يا شباب؟ عشان بس نبقى فاهمين الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. بقسمه الاسم او فعل عشان اعرف اذا كنت انا شغال في جمله اسميه ولا جمله فعليه، لان الجمله الاسميه بتوديني بقى لسكه المبتدا والخبر والمضاف اليه، والجمله الفعليه بتوديني لسكه الفعل والفعل والمفعول به. طيب تمام كده يا شباب، اتفقنا على القواعد الاساسيه اللي ان شاء الله هتسهل علينا موضوع الاعراب. تمام. يبقى انا هنا عندي كلمه العدل، هرجع اشوف الكلمه اللي قبلها هلاقي ان هي كلمه تحقيق. طيب كتير من الطلبه للاسف هتقول لي يا مستر دي هنا كلمه تحقيق، هيقول لي ده فعل ويبقى ماذا يحقق، هيقول لي العدل يبقى العدل هنا مفعول به، هقول له لا للاسف غلط. طب ليه يا مستر كلمه تحقيق دي مش بقول عليها ان فعل؟ اقول لك لا خلي بالك، كلمه تحقيق دي هتاخدها ان شاء الله، هتاخد نوعها ايه في ثانيه ثانوي، بس انا عايزك ترجع قبلها كمان كلمه هتلاقي قبلها ايه؟ لا. يبقى هنا عندي هل الفعل يا شباب بيجي قبل منه حرف جر؟ هتقولي لا يا مستر. اقول لك دايما اللي بيجي ورا حرف الجر هو اسم مجرور، اديك انت اللي قلت اسم مجرور، يبقى هو هنا عندي ايه؟ هو اسم. تمام زي ما انت ما قلت. يبقى أنا هنا عندي تحقيق وعندي العدل. عندي تحقيق دي كلمه ما فيهاش الف ولام يعني كلمه نكره، وعندي كلمه العدل كلمه معرفه. يعني ايه معرفه؟ يعني فيها الف ولام، يبقى هقول عندي على كلمه العدل مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. طيب هروح وراها، هنا بيقول لك الذي اصبح ضروريا. طيب هنا برضو عايز اعرف كلمه ضروريا، نفس الكلام
هرجع قبلها هلاقي هنا عندي كلمه اصبح. طب اصبح دي انا شفتها فين يا مستر؟ اقول لك اه، ما اصبح دي من اخوات كان. طب تعالى كده نفتكر مع بعض، كان دي بتعمل ايه؟ قال لك كان بتدخل على الجمله الاسميه. الجمله الاسميه مش كان فيها مبتدا وخبر؟ قال لك لا، كان واخواتها بتدخل على الجمله الاسميه بيبقى ليها حاجه اسمها اسمها، ويبقى ليها خبرها، الاسم بتاعها اللي هو المبتدا، والخبر اللي هو الخبر العادي. بس الفرق ان اسم كان واخواتها بيظل مرفوع زي ما هو، لكن الخبر بتاعها بيكون منصوب. طب هنا بيقول لك اصبح ضروريا. هو مين اللي اصبح؟ مش عارف انا مين اللي اصبح. يقول لك ضروريا، باين ان الكلمه عليها تنوين، يبقى هنا ضروريا هتكون ايه؟ خبر اصبح منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب تعالى نشوف اخر كلمه اعراب معانا. هنا بيقول لك ليعيش الناس. طيب نفس الكلام اللي انا عملته، هرجع اشوف الكلمه اللي قبلها. هنا بيقول لك ليعيش، تمام، ليعيش. طب ليعيش دي هنا هل هي اسم ولا فعل؟ هتقول لي يا مستر دي فعل. طيب هقول لك عرفت منين؟ هقول لك هو الفعل عاش اساسا، احنا كلنا عارفينه هو فعل واضح وصريح. طيب طب واحد هيقول لي يا مستر خلي بالك، مش هنا اتصل بيه اللام؟ هقول له اه. هيقول لي طب اللام ده يا مستر مش حرف جر؟ هيقول لي مش احنا بدري قلنا ان الفعل المضارع ما ينفعش يجي قبل منه حرف جر؟ يعني كده يا مستر اتلخبطت. اقول له لا خلي بالك يا حبيبي، هنا اللام دي مش حرف جر. اللام اللي موجوده عندي هنا دي ان لن كي حتى ولام التعليل. اللام اللي موجوده هنا عندي هي اداه نصب، عشان كده انا مش بقول عليه ان هو اسم. تمام يا شباب؟ يبقى مش عايزين حد يتلخبط يقول لي يا مستر ده هنا الفعل ده اتصل بيه حرف جر وليه هو مش اسم مجرور. اقول له لا، ده هنا اللام دي عندي لام التعليل. طب هسأل نفسي من الذي يعيش؟ هتقول لي الناس. يبقى هنا الناس عندي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وعايزين نتفق مع بعض يا شباب ان انا عندي الجملة الفعلية لو عايز اسأل على الفاعل بسأل عليه بمن. في حالة لقيت إجابة السؤال بتاعي اللي هو بمن، بقول الكلمة دي عندي فاعل. في حالة سألت على الفعل بكلمة ماذا ولقيت الإجابة، فبقول عندي مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه. زي ايه مثلا؟ زي لعب الولد الكره. لو جيت قلت لك من الذي لعب؟ هتقول لي الولد. خلاص يبقى الولد هنا عندي فاعل. طب ماذا لعب الولد؟ هتقول لي لعب الكره. يبقى هنا الكره عندي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب هنا بيقول لك استخرج من الفقره السابقه اول حاجه اسما معربا واخر مبنيا. طب الاسم المعرب هو معظم الاسماء اساسا معربه. مثلا هلاقي زي عندي كلمه الاديان، ده هنا عندي اسم معرب. طيب الاخر اللي مبني هلاقي مثلا عندي كلمة الذي، طبعا الذي والتي كلها من الأسماء المبنية. طيب تاني حاجة عايزين فعل معرب وآخر مبني. طب الفعل المعرب هنلاقي زي إيه؟ هنلاقي مثلا زي عندي زي تسعى، ده هنا عندي فعل مضارع. تمام، وفعل مضارع كمان لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، فهنا هقول عليه ان هو فعل معرب. طب ايه هو الفعل المبني؟ الفعل المبني هو فعل مضارع اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد، او اي فعل ماضي او اي فعل امر. طب هنا مثلا هلاقي فعل مبني زي ايه؟ زي هنا عندي اصبح. اصبح ده فعل ماضي، فخلاص هقدر اقول عليه ان هو ايه؟ فعل مبني. طب عايزين نعت وبين علامة ضبطه. علامة ضبطه يعني العلامة الإعرابية بتاعته، لو مثلا مرفوع بالضمة، مرفوع بالسكون، وتوضح له العلامه. مثلا لو الضمه تعمل له عليها الشكل ده. تمام. طيب هنا لو جيت بصيت عندك بيقول لك ايه؟ تسعى الاديان السماويه. هنا كلمه السماويه انا هنا عندي الاديان فيها الف ولام، والسماويه فيها الف ولام، والاثنين خلي بالك وصفوا بعض. السماويه وصفت الاديان، تمام، السماويه وصفت الاديان. فهنا عندي القاعده بتقول لك نكره زائد نكره شرط الوصف تديني نعت، ومعرفه زائد معرفه تديني وصف. تمام، يبقى هنا عندي كلمه السماويه هي النعت. كده انا خدت نص الدرجه. طب عايز علامه الضبط بتاعته عشان اخد النص التاني. طيب احنا عارفين ان النعت بياخد علامه اعراب المنعوت، يبقى انا عشان اعرف كلمه السماويه لازم اخد علامه اعراب او اعرف كلمه الاديان. طيب هرجع لكلمه الاديان، اقول تسعى. من التي تسعى؟ هتقول لي الاديان. هقول لك يبقى خلاص الاديان هنا عندي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب السماويه هتكون ايه؟ هتكون عندي نعت. نعت ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضمه. هنا علامة الضبط بتاعته هي الضمة. طب عايزين حال غير مفرد. حال غير مفرد يعني ايه يا شباب؟ عايزين حال غير مفرد يا اما يكون عندي حال جملة يا اما حال شبه جملة. طب احنا عندنا قاعدة يا شباب عشان تسهل علينا الموضوع. عندنا بنقولوا الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف احوال. بعد النكرات صفات يعني نعم، وبعد المعارف احوال يعني حال. مثلا لو جيت هنا عندي على كلمه جميعهم، جميعهم، طب هنا ليه عندي معرفه؟ معرفه لان اتصل بها ضمير. هلاقي لك في امن، يبقى في امن هنا عندي ايه؟ هو حال غير مفرد، ولو سالني على نوعه هقول عليه شبه جمله. طب عايزين توكيد وبين نوعه. عندي توكيد زي ايه؟ زي كلمه جميعهم. تمام، احنا طبعا عارفين التوكيد ان انا عندي توكيد لفظي وتوكيد معنوي.
تمام. يبقى هنا عندي كلمة جميعهم، ونوع التوكيد هو إيه؟ توكيد معنوي. طيب السؤال ج بيقول لك أجب بما هو مطلوب. لا يحب الله الكاذبين نقط الصادقين. ضع أداة عطف مناسبة. هنا طبعا أنا عايز حاجة تنفي الحكم عن ما قبلها وتثبته لما بعدها. هنا هلاقي عندي ايه؟ مثلا ممكن اقول لا يحب الله الكاذبين بل الصادقين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك يصوم اجعل الفعل السابق مبنيا على السكون في جمله واحده. يبقى هنا خلي بالك قال لك انا عايزه مبني. واحد يقول لي يا مستر انا هجيب ماضي، اقول لك لا خلي بالك هو قال لك يصوم ما قالكش صام. يبقى هنا انا هعمل ايه؟ احنا قلنا يا شباب من شويه ان الفعل المضارع كله معرب. فعل المضارع كله معرب. امتى هيكون مبني؟ في حاله اذا اتصلت به نون النسوه. يبقى انا مثلا ممكن اقول ايه؟ الامهات يصمن. كده مثلا اقول ايه؟ الامهات يصمن رمضان. ساعتها بقى عندي ايه؟ فعل مبني على السكون. طيب السؤال ده له اخر سؤال معانا. بيقول لك شرح المعلم ثم فهم ابراهيم ولا شرح المعلم ففهم حسين؟ بيقول لك اي الطالبين اسرع فهما ولماذا؟ طيب مين اسرع في الفهم يا شباب؟ اكيد عندي حسام. طب ليه اسرع في الفهم؟ قال لك لان هو هنا عندك حط لك الفاء، واحنا عارفين من درس ادوات العطف ان الفاء عندي بتفيد السرعه. وبكده اعزائي الطلبه نكون وصلنا لنهايه مراجعه النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وتشير الفيديو مع صحابك عشان تعم الفائده. ولو اي حد حابب يستفسر عن اي حاجه يقدر يكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.